اليوم 25 رمضان ومازال مكملين في التحدي ديالنا اننا نزوروا اكبر عدد القبائل الجبليه في هذا رمضان، وكتعتبر قبيله بني الجل من القبائل الجبليه التسعه اللي داخله في اتحاد غماره، وقبيله بني الجل تابعه لاقليم شفشاون. ومعنا ولد قبيله بني الجل الاخ محمد ستيتو، وهو اللي غادي يعرفنا على هذه القبيله وغادي يعطينا معلومات عليها. مرحبا بك اخي محمد. غادي نسقسيوك على هذه القبيله وغادي تعطينا بعض المعلومات عليها. ونبداو اول حاجه بالحدود ديال القبيله، يعني قبيله بني الجل شكون هما القبائل الجبليه اللي كيحدوا مع هذه القبيله؟ الحد من هنا كاين الحد مع الخماس السفليه، مع قبيله الخمس، الخماس السفلى والفوق والعليا بجوج، العليا والسفلى. وهنا الحد مع بني حسن، قبيله بني حسن مع بني سعيد، قبيله بني سعيد وعندها حقها في البحر. واش دعا عندها حقها في البحر. قبيله بني الجل عندها حقها في البحر. هذا الفرق بين بني سعيد وبني زياد في البحر، يعني كذا فرق بين قبيله بني زياد وقبيله بني سعيد في البحر. هي وقبيله بني زياد، بني زياد بيناتهم. هي زيد الحد مع بني سلمان، ومع قبيله بني سلمان، يعني قبيله الخماس، بني حسان، بني سعيد، بني زياد، بني سلمان، هذوما القبائل اللي كتحد معاهم. واخا غادي نسقسيوك دابا على الجماعات الترابيه اللي عند قبيله بني الجل. عندها جوج، طلنبوط وتاسيس. جماعه تاسيف اللي كاينه قريبه شحال من واحد يسحب له تابعه لوادلو، وجماعه تلمبور، القياده طلنبوط، قياده تلمبور تبع الدائره بوحمد، تابعه الدائره بوحمد. بالنسبه الاسواق الاسبوعيه كان عندها واحد، كان عند يعني بني الجل كان عندها سوق اسبوعي واحد. كان شنو كان هو النهار ديالو؟ نهار 3 قطو، 3 قطو، ولكن كانت ولات واحد الريبه تما كما قلتي لي، وما بقاتش دابا بني الجل ما عندهاش السوق. بالنسبه للمنتزهات والجبال، واش بني الجل عندها شي منتزهات وشي جبال؟ عندها شويحات، منتزه الشويحات اللي كتعتبر وجهه سياحيه، راه تابع لبني الجل، ولا تغطي منتزه تالا سلطان بواحد 85% ولا. تبارك الله. وليت منتزه تالا سلطان، وعندها تلوسيس، جبل تلوسيس، وعندها جبل الفحص، جبل فحص. تبارك الله. عندها واحد جزء من القنار اللي هو جزء من القنار، ادلمان، وعندها تازاوت، جبل تازاوت، وكذلك منتزه اللي ما نساوهش منتزه اقشور. منتزه اقشور اللي كيعرف اقشور يعني منتزه سياحي واللي مشهور بزاف، راه تابع قبيله بني الجل. وعندها تا سيدي عبد الحميد اللي حنا فيه دابا. سيدي عبد الحميد هذا لطيف، سيدي عبد الحميد هذايا بني الجل تابع لمنيتين، وانا حاسب تابع الشاون. الشاونيين اللي يجوزوا البيرمي في هذه معلومات مهمه هذه اللي عطينا محمد ستيتو. يعني الشاون كامله كدوز البيرمي في قبيله بني الجل. بالنسبه للعلماء شي فقهاء القبيله جازوا، يعني السي الهابطي، الفقيه السي الهابطي، السي بن عرضون، هو جدنا حنا معروف. يعني كان تعرف واحد الفتوى كان الكيد والسعايه معروف. كيد والسعايه كانوا كتاب يعني عنده بزاف الفتاوي، ولكن معروف بالكيد والسعايه. وبالمناسبه انت الكنيه ديالك عرضون، يعني بن عرضون. كان قاضي، كان عالم. بارك الله. يعني انت يعني من العائله يعني عرضون. بالنسبه لقبيله بني الجل خاصنا نعرفوا علاش تسمات بني الجل. على واحد، هو كان واحد العالم، كان محمد بن زجل، سمات على واحد العالم. السيد ديالو دابا كاين في بوبنان، كاين سيد الضريح ديالو فين كاين؟ سيد الجل بوبنان. سمات قبيله بني الجل نسبه الى محمد بن زجل، وتسمات القبيله بالاسم ديالو تكريما له. وبالنسبه للدشوره اخي ستيتو، واش تقدر تعطينا شي دشوره اللي كاينين في قبيله بني الجل؟ نحسب لك بني الجل كامله الا بغيت. بني الجل كامل؟ والله بني الجل كامل. مالك التحديات عاوتاني الدشوره غيحسب لنا كامل. يلا بدا بسم الله. ذلك من تاسيف مغوص، عشاشه، زيد، بني معلم، اسم التشار ديالو يبان في التعليق. تيرينيس، تمساسنود، تمرابط، تاجنيار، تيفروين، دكايات، زيد، حنين، اكومي، طلنبوط، اقشر، وسلاف، تورات، يغرمن، القلعه. نشوف حنا هنا نطلعوا هنا الجبل، يزيلان، افاسكه، يزرافن، ازغر بني شكوره والتورات، ويموراسن، بوبنر، يزرافن، تاريا ومزر، بني محمد. هاد داروا مطراس اللي هما ضافوهم للخمس داروا مؤخرا. تجيب بي اس دو بني الجل. ولا نسينا شي تشوره ولا هذه
قولوا منا انتم. تحياتي الاخوان وتحياتي لهاد الجرادة اللي بانوا كاملين، تحياتي للناس قبيله النجل واحد واحد، وإلا نسى شي تشار تحياتي ليه من هذا المنبر.